إذا لعب الهلال فخبروني فإن الفن منبعه الهلال. مبارك فوز الزعيم الهلالي وهاردك للغزلان. كالعادة وبعد كل لقاء رأيي المتواضع وقد أكون مخطئ وقد أصيب، بالنهاية هو اجتهاد شخصي. سأبدأ بالإيجابيات ومن ثم السلبيات. الجدار رمزي يحافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي. خط دفاع هلالي متناغم متجانس رائع. نقطة غاية بالروعة، لا أذكر أنني شاهدت الهلال بهذه الروح طوال تشجيعي للزعيم. ترابين بدأ باعتماد أوراقه، بدأنا نستمتع بما حدثونا عنه في غزة هاشم. درويش ومباراة كبيرة جدا. أبو ميال رائع جدا، كما تحدثت سابقا عنه هو أفضل قلب دفاع في فلسطين يلعب بالقدمين دون أي تردد، ومصطلح الخوف لا يعرفه. يخطئ حاله كحال غيره، ولكنه الأهم أنه يعود بسرعة حتى لو بعد خطأ كبير لا يتأثر. أبو خليل يشعرك أنه ولد في أزقة البلدة القديمة بالقدس، انتماء بلا حدود، روح عزيمة وإصرار. مرابع وإن غاب اليوم عن التسجيل إلا أنه مصدر خطورة، ومحظوظين بهذا المركز بوجود السفاح أبا الأيهم. هاني عبد الله بعيدا عن كل الإشادات التي يتلقاها، لديه ميزة بصراحة لا ألاحظها حتى لدى لاعبي الأندية العالمية، وهي كشف كل زوايا الملعب. بمعنى آخر، قد يجعل المشاهد والمتابع والخصم ينظرون إلى زاوية معينة تراه بكل سلاسة يمرر مكان آخر. باختصار، عند استلام الكرة يستطيع أن يكشف أكثر من زاوية للتمرير، وحتى وضعية جسمه تجعله يكشف أكبر مساحة ممكنة بالملعب، ومتى يمرر ومتى يحتفظ بالكرة. سلومة اللاعب الجوكر، قد لا يراه البعض أنه مميز، ولكنه الجندي المجهول بالهلال. بصراحة لاعب جميل جدا ولديه مواصفات تجعله حلم لكل الأندية. شوط المدربين من جديد يثبت علو كعب الكابتن عمار على باقي المدربين. دكة مميزة تمنحك خيارات أفضل، والأجمل بصراحة أن جميع لاعبي الزعيم متعطشون للملعب سواء الأساسي أو البديل، وهدف بتوقيت ولا أروع من اللاعب الذكي فراج. فخور جدا بهلاليتي، أرى وأتابع كل الردود. الشارع الرياضي الفلسطيني يتحدث عن أجمل فريق هو الهلال. أجمل ما حدث اليوم بصراحة هو جمهور هلال القدس. بصراحة نحسد على هذه الجماهير الرائعة الوفية. أنا شخصيا لا أستطيع أن أشجع وأن أهتف مثلهم 90 دقيقة أو حتى لمدة شوط. شكرا لكم بحجم السماء على مشهد سيبقى عالقا بالأذهان. السلبيات، بصراحة أعتقد أن استبدال مرابع كان خاطئ حتى وإن غاب عن التسجيل، ولكنه يبقى أخطر لاعب بالهلال، وطبيعي جدا أن تركيز مدافعي الخصم لا يصمد 90 دقيقة. أشعر بأن سامر زبيدة رغم أنه لديه ثقة كبيرة بنفسه أنه غير جاهز للمباريات الكبيرة، ولا يقدم ما نراه دائما، ويعيبه الأنانية في بعض الأحيان. سامر الجندي ما زال بعيدا كل البعد عن مستواه، مع ذلك سدد اليوم تسديدة ولا أروع أبعدها الحارس بأعجوبة. أخيرا وليس آخرا، قدامى وإرث نادي هلال القدس، كم نحن محظوظين بأنكم ما زلتم بيننا. أمد الله في أعماركم، نريدكم في كل مباراة للهلال، فأنتم أصل الحكاية. إذن هي دعوة من القلب للقلب لكل هلالي من أصحاب الزمان الجميل، نريدكم بيننا ومعنا مع الفريق الذي نحب. شكرا لكم واعتذر عن الإطالة.